كلنا طبعا سمعنا عن الخبر المحزن ووفاة اللاعب جو ليندر او المشهور بجو ستاتكس. الراجل ده كان تحديدا مشهور جدا على السوشيال ميديا بالحركات والفيديوهات اللي كان بيعملها. والخبر اللي صدمني انا شخصيا ان هو مات في سن ال 30 سنة. والسبب دايما من الكومنتات اللي انا شفتها والتعليقات ان هو مات بسبب بحاجة اسمها الانوريزم. والمرض ده ان هو بيحصل تمدد في الامعاء الدمويه في الجدار بتاعها، وللاسف كان هو جيناتكس ان هو كان وارث الموضوع دوت من العيله بتاعته، خاصه كانت عمته اللي كانت اتوفت من حوالي 4 سنين. وده من الاستوريات اللي انا اصلا شفتها من الناس اللي كانوا المقربين ليه. ده طبعا مش هيمنع وبيحط احتمال ويكاد يكون كبير جدا ان المنشطات كانت هي السبب في الموضوع ده بطريقه كانت غير مباشره، ان هي كانت بترفع معاه من الاداء الرياضي. ده غير كمان ان هي بتزود معاه من ضغط الدم، فطبيعي جدا ان يحصل تمدد في جدار الاوعيه الدمويه. لسه طبعا الاسباب في الايام اللي جايه هتتاكد بعد كده. فاللي نقدر نفهمه من الفيديو ده ان احنا نحاول نخلي الرياضه لصحتنا دايما، وافتكر دايما ان الطريق القصير والسهل نهايته دايما مش بتكون حلوه. ولو انت اصريت ان انت تاخد المجال ده كاكل عيش وتتجه للهرمونات، يبقى حاول تمشي مع حد فاهم وتراقب التحاليل بتاعتك، وضغط الدم اهم حاجه.